في إطار تنفيذ برنامج الإدماج عبر الأنشطة الاقتصادية، تواصل مؤسسة محمد الخامس للتضامن تنزيل البرامج الهادفة إلى تشجيع المقاولات الناشئة والأنشطة المدرة للدخل، وذلك بشراكة وثيقة مع المتدخلين الجهويين والمحليين. نحن اليوم بمدينة أكادير نشهد المرحلة الثانية من هذا البرنامج من خلال توزيع التجهيزات والمعدات المهنية لفائدة 75 من حاملي المشاريع ينحدرون من 7 جماعات تابعة لعمالة أكادير إيدا وتعنان. كما يتوزع المستفيدين على المجالين الحضري والقروي، حيث أن أكثر من 20% من المستفيدين ينحدرون من المجال القروي بالعمالة. كما تتوزع هذه المشاريع على مجموعة من القطاعات كالخدمات، المجال السمعي البصري، الصناعة التقليدية، المنتوجات المجالية إلى غير ذلك من المجالات الحيوية. وينبغي التأكيد على أن هذه المبادرة تأتي تجسيدا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تجعل من التمكين الاقتصادي للنساء والشباب رافعة أساسية للتنمية المستدامة ببلادنا. غصد جواس مقورن اللي استفدنا مش من نوميد نغمس الدومين الاوديوفيزيوال ولا الخياطه والصلاه وبزاف الحرف. استفدنا غصة الماتيريال اللي تمول من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن. غير البرنامج دخل قيس منا والشركاء باش تحقيق الحلم بالنسبه لي زونتربرونور اللي حراره يبداو غماس الدومين لونتربرونيا. دقات تجربه تفولكي قيس الفورماسيونات لمده 6 شهور، من بعد رتيلي يانا 18 شهر للمواكبه. ديت المبادرة تبع نستمر غمس الجهات اسمها اللي راعاون لي زونتربرونور باش ديفلوبين وكار المشاريع نسا. برنت الطباعة والإشهار متخصصين في الطباعة ديال الباش، فينيل، وان واي، كاع لي صورت بيبليسيتي، كذلك لامبريسيون ديال دي تي اف 60 سنتيم اللي كان محتاج لامبريسيون. مرحبا بها عندنا في الحي المحمدي. وفي نفس الوقت كنبغي نشكر مؤسسة محمد الخامس للتضامن والشركاء ديالها بصفة عامة على المجهودات ديالهم وعلى الدعم ديالهم للشباب والتوفير هذه الفرص، وكنتمنوا يكونوا ديما بحال هذه الفرص اللي كتقدر تعاون الشباب وتزيد بهم للقدام وبزاف ديال الامور.